ده كومباوند فيلات الربوة. كومباوند الربوة كومباوند كبير في مجموعة الشيخ زايد، برضه عاملاه مجموعة طلعت مصطفى اللي مش بيدوني أي فلوس على الدعاية اللي بعملها لهم ببلاش دي، بس حاجة جميلة بصراحة. 600 فيلا، كل فيلا ممكن يكون قدامها حمام السباحة الخاص بيها ومساحات خضراء كبيرة جدا. تعالوا يلا بينا نتعرف أكتر على مدينة الشيخ زايد واللي فيها. اللي مش عارف موقع مدينة الشيخ زايد، هي ببساطة غرب العاصمة المصرية القاهرة. يعني الأحمر ده الطريق الدايري اللي حوالين القاهرة، والأخضر ده هو محور 26 يوليا اللي جاي من فوق جزيرة الزمالك. بتمشي في محور 26 يوليا باتجاه الغرب، بتفوت الطريق الأزرق ده اللي هو طريق اسكندرية الصحراوي، وبتكمل تاني. بعديها بمسافة بسيطة هتلاقي إن هايبر وان على يمينك كده، يبقى أنت كده دخلت جنب مدينة الشيخ زايد. او تدخل في الشارع ده اللي هو شارع النزهة قبل ما توصل لهايبر وان. هنا اهو ده شارع النزهة، الدخلة دي يبقى انت كده داخل على مدينة الشيخ زايد. مدينة الشيخ زايد هي المستطيل اللي انا مقسمه ده. المستطيل ده طوله 8.5 كيلو متر وعرضه 4.5 كيلو متر. مساحة كبيرة بصراحة، يعني ما تقلش كتير عن مدينة الشروق اللي شفناها قبل كده في فيديو فات، لكن هي تقل شوية عن مدينة 6 اكتوبر اللي هي هنا دي. واحنا عملنا فيديو قبل كده المدينة 6 اكتوبر، تقدر تعرف منه كل الاماكن اللي هنا دي. وتعالوا دلوقتي نتعرف على مدينة الشيخ زايد. يا ريت تعمل لايك للفيديو عشان تشجعني وتشجعني استمر في اني ازودك بمعلومات اكتر واعمل فيديوهات اكتر. ما تبخلش عليا بلايك واشترك في القناة لانها هتفيدك جدا جدا. ده محور 26 يوليا، وده طريق اسكندرية الصحراوي، وانت كده جاي من القاهرة وداخل غرب. في الفيديو بتاع 6 اكتوبر اللي عملناه من حوالي 3-4 شهور، كان في هنا في الزاوية دي مقبرة سيارات، وانا انتقدت طبعا المنظر ده. النهاردة بتاريخ اهو الصورة دي بتاريخ 12/9/2020، انا شايف عشرات البلدوزرات اللي صورها جوجل ايرث بتنظف في المكان وشالت السيارات اللي كانت هنا. معرفش ودوها فين، مش مهم يعني. طيب، ده مبنى الامن الوطني. وبتمشي كده انت بتلاقي هنا رويال سيتي على يمينك والخمايل على شمالك. بتمشي رويال سيتي، بتيجي داخل في الدخلة اليمين دي اللي هي جنب هايبر وان ده، فبتدخل في شارع النزهة، شارع طويل جدا طوله حوالي 8 كيلو. بتلاقي على يمينك طبعا برضو زي ما قلنا رويال سيتي، بعد كده كومباوند اسمه مون لاند. اتفرجوا يا جماعة على شكل الكومباوندات اللي هنا وشكل الفيلات. كومباوند اسمه بيلفيل يعني المدينة الجميلة بالفرنساوي. كومباوند اسمه تارا. شايفين الخضرة؟ كمية خضرة كبيرة جدا في المكان ده. كومباوند لسه ما تمش الانتهاء منه اسمه اتاريو. طيب، احنا خلاص كده خلصنا الصف ده، الباقي يعني اراضي مش مستخدمة قوي. ندخل هنا بقى جوه المدينة. هايبر وان جنبه ايه ووراه ايه؟ جنبه او وراه كريزي ووتر، وجنبه من هنا كليات تبع جامعة القاهرة كايرو يونيفرسيتي، تقريبا كلية حقوق او تجارة باللغة الانجليزية حاجة زي كده. ده مستشفى 500 اللي لسه ما تمش الانتهاء منه، بتاع السرطان. ربنا يبعد عنكم الامراض الوحشة دي. مول اسمه مجرة هنا على الطريق اللي هو طريق 26 يوليا. امريكانا بلازا. ريفولت ده مول كده هنشوف شكله دلوقتي. هو افينيو 22 او افينيو 22. هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، تمثال الشيخ زايد. كل ده في طريق 26 يوليا. احنا لسه كده ما دخلناش جوه البلد، والكلام ده قلنا عليه قبل كده في الفيديو اللي فات. لما ندخل جوه البلد هنلاقي مثلا المنطقة دي اسمها الحي الأول، لأن الشيخ زايد بتتركب تقريبا من 20 حي. فالحي الأول تعالوا نتفرج عليه نشوف فيه ايه. دي منطقة إسكان يعني متوسط شوية، فيها مدرسة الأمل الحكومية. دي إدارة الشيخ زايد التعليمية. دي مدرسة الثانوية بنات. دي قسم شرطة أول شيخ زايد. دي مواصلات مصر اللي شكلها كده. هنا في عباد الرحمن ده مسجد. مدرسة اسمها مهارات. في هنا
في مستشفى عام هنا بتاعت مدينة الشيخ زايد. في هنا جامع تقريبا اسمه الجامع الأبيض أو الأبيض. في هنا مدرسة أبو بكر. وفي هنا مول اللؤلؤة أو سنتر اللؤلؤة، محطة الكهرباء. ده الحي الأول في مدينة الشيخ زايد. طيب نروح لمنطقة تانية أو الحي التاني مثلا. ده كومباوند اسمه الدبلوماسيين، برضو في بعض الفيلات اللي فيها حمامات سباحة. في هنا كومباوند ألما لسه ما انتهاش العمل فيه، يعني لسه اللي عايز يشتري في مدينة الشيخ زايد يا جماعة في فرص لسه. دي زهرة المدائن، كومباوند شكله جميل برضو. في هنا كومباوند ومول الندى، ده كومباوند الندى اللي انتوا شايفينه. فيلات بقى توين هاوس معرفش يسموها زي ما تسموها. في بنك مصر هنا في خرائط جوجل بيقولوا انه سيء والموظفين فيه وحشين في التعامل مع الناس. مليش دعوة، هما اللي بيقولوا كده مش انا ما روحتش. دي زايد 2000، كومباوند زايد 2000 زي ما كان في الشروق 2000، في هنا زايد 2000. كومباوندات شكلها حلو جدا بصراحة. كومباوند الكارما زي ما انتم شايفين كمية الخضرة وحمامات السباحة، انا بتعجبني بصراحة الخضرة مع المية دي. في هنا كومباوند اسمه حدائق المهندسين. احنا تقريبا كده في الحي الثالث في المدينة او ده الرابع باين. دي حدائق المهندسين. ده كومباوند الجزيرة، وفي نادي في النص اسمه نادي الجزيرة تقريبا بتاع الكومباوند. كومباوند السليمانية. طيب احنا فين كده؟ كل الاماكن دي احنا يا دوبك لسه قريبين خالص من، يعني في اول 2 كيلو تقريبا او كيلو ونص من طريق اللي هو طريق 26 يوليو. مش عارف الطريق ده مش راضي يثبت دماغي. طيب ده الحي السابع، ودي مدرسة مارفل، مدرسة لغات هنشوفها دلوقتي. في هنا كومباوند. تعالوا طب نروح كده في الحتة دي بقى. احنا في شارع ايه دلوقتي؟ الشارع الازرق ده اسمه شارع الشباب في الشيخ زايد. الشارع الازرق ده هو شارع الشباب، والشارع الاحمر ده اسمه شارع ايه؟ شارع المستقبل. الشارع الاحمر ده طويل جدا اسمه شارع المستقبل، والموازي ليه تقريبا الازرق ده اسمه شارع الشباب. هنروح المنطقة دي نتفرج فيها ايه. في هنا خلي بالكم في هنا معهد فتيات ازهري هنا جنب الحي الاول يا جماعة. معهد الفتيات الازهري الاحمر ده هو شارع النزهة اللي هو يعتبر بره البلد شوية. في هنا كلية الهندسة برضو تبع جامعة القاهرة. في هنا مستشفى الشيخ زايد التخصصي اللي احنا شايفينه ده. في هنا مطعم شبراوي. في هنا مطعم بيكيا ومطعم ابو شقرة وكافيتيريا او مطعم برضو اسمه بيكيا. في مدرسة هنا اسمها انسباير، مدرسة لغات شكلها كويس برضو. هنكمل المدينة ان شاء الله في الجزء الثاني. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.